السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم لازانيا بطريقه اقتصاديه جميله جدا، روعه ورهيبه زي ما انتم شايفين. يا جمال ويا جمال، شايفين؟ سايحه ونايحه ورهيبه جدا. ايه رايكم فيها؟ ما شاء الله تبارك الله، روعه جدا وريحتها رهيبه. شايفين؟ بنقرب ونبعد. ايه رأيكم؟ تعالوا شوفوها كده وهي لسه على بعضها من قبل ما اقطعها. رهيبة رهيبة، والطعم بتاعها حكاية جميلة جدا، اقتصادية. جبت الحليب كوبايتين وكوبايتين مية و3 معالق دقيق وسويت البشاميل. يلا بينا بقى نجيب الصينية بتاعتنا، حطينا فيها معلقة ونص زيت زيتون، ويلا بينا ننزل بقى بالبشاميل. شوفين البشاميل بتاعنا ازاي سايح ونايح، عاملينه خفيف مش تقيل، عشان خاطر لما نحط لو لوحات كده اللازانيا واحدة واحدة جنب بعض يبقى ايه، يبقى سايح كده ونايح وفي نفس الوقت يستوي. عشان كده بنعمله ايه خفيف، يبقى طري كده، يطلع من الفرن طري كده وجميل. كل ما نحط طبقة من اللازانيا نحط عليها ايه، بشاميل. ومرة نعمل بالعرض ومرة نعمل بالطول، علشان خاطر نبقوا ماسكين الصينية ماسكة حلوة وتدينا ايه، وضع جميل. يلا بينا بقى نفضل كده نحط. هنا هنحط ايه، البشاميل. لازم تضغطي كده عليه، ويلا بينا بقى نحط ايه، البشاميل. شايفين البشاميل سايح ازاي؟ لازم يبقى كده طري عشان يسوي معاكم المكرونة. ويلا بينا بقى نبدأ نحط الجبنة، جبنة شيدر على جبنة تركي، على كل طبقتين كده نحط. هتبقى بقى ايه، طعمها جميل جدا وخطير. ويلا بينا بقى برضو نكمل، نحط كده ايه، واحدة كده. بصوا لازم تعملوا كل حاجة عكس التانية، كل صف عكس الصف اللي بعدي. وكده احنا حطينا كمان فوقيه البشاميل. ويلا بينا بقى نجيب العصاج. على فكرة ده ربع كيلو لحمة معمول عصاج. تعملي كده العصاج وتوزعيه كويس. شايفين اهو الاقتصادي كده لازم نكونوا ايه، يعني ده ربع كيلو اللحمة عليه بصلتين وسط وايه. وطبعا احنا عملنا قبل كده العصاج مع بعض. يلا بينا بقى خلاص نبدأ نحط الطبقات التانية، وبرضو نحاول نملى الحتت دي كده الفراغات عشان الدنيا تبقى معانا ايه، مظبوطة. يلا بينا برضو نحط ايه، البشاميل. لازم تحطيه كده وتوزعيه عشان ده اللي هيسوي عندك المكرونة. بصوا كده تستوي معاكي وانتي مرتاحة وتبقى كده طرية وجوسي. هنحط برضو ما تنسوش عكس عكاس. تفضلي بقى كده تحطي وترصي وتفصلي عشان تطلع ايه، الصينية كلها ايه, إيه زي بعضها كده مظبوطة. هنجيب برضو البشاميل ونحط، وانتي بتحطي كده وزعي. شايفين كده انا بعمل ايه، تاخد 3 كبشات، كبشتين ونص، المهم ان انت توزعي توزيع كويس. هنا بقى هنحطه معلقتين سمنة فلاحي سايحين او زيت، انت حطي اللي انت عايزاه. وبعدين نبدأ نحط بقى ايه بقية اللازانيا زي ما انتوا شايفين كده. دول اللي كانوا باقيين هنحطوهم ونحط عليهم طبقة بشاميل. شايفين معايا انا برص ازاي، بحاول ان انا اوزعهم توزيع كده كويس. يا تنسوش دول كوبايتين حليب عليهم كوبايتين ميه، وعامله و3 معالق دقيق، عامله بيهم البشاميل الخفيف ده كله على بعضه. وبعدين غلى على البوتاجاز غلوه واحده كده وتشيليه، طبعا ملح وفلفل. ويلا بينا بقى نحط بقيه الجبنه الشيدر على جبنه تركي ونوزعها.
تفضلي بقى توزعي كده لغاية ما تمليها كلها كويس، عشان خاطر يبقى الطعم والنكهة بتاعتها جميلة. انا بطلع اللي في الطبق واحطه عشان نبقى حطينا الكمية كده كلها، هتدينا نكهة وطعم جميل. وننزل عليها بقى ايه؟ بالمكرونة السايحة النايحة، الموتزاريلا دي على فكرة تبقى معاكم كده بقى ايه، جوسي رهيبة. لا تتخيلوا قد ايه عجبتهم، الطعم بتاعها والنكهة والريحة رهيبة رهيبة. خلاص كده نحطها في الفرن، تطلع من الفرن بعد تلت ساعة بالظبط. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، روعة روعة روعة، وريحتها خرافة، جميلة 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 رهيبة فوق ما تتصوروا. ويلا بينا بقى نقطعها مع بعض حتى وهي سخنة. قطعناها وقدمناها، واتفرجوا عليها واتمعنوا. المكرونة مستوية وكل حاجة معانا مستوية، في تلت ساعة استوت وبقت جوسي كده ورهيبة. ايه رأيكم فيها؟ يعني ممكن بأي حاجة اقتصادية تعملي اللي انت عايزاه. ايه رأيكم؟ طبعا الأكلة دي جميلة والكل بيعشقها. اللي عايز يعمل بقى يحط فيها صلصة بيحط مع العصاق صلصة، احنا بنحطش عشان ولادنا ما بيحبوهوش، احنا بنحبها كده. لكن ممكن تحطي صلصة وتطلع معاكي رهيبة جدا وجميلة. كل واحد يعمل تبع ما هو عايز ولاده عايزين. والسلام عليكم.